يا أهلا وسهلا. سبب الحلقة دي أنه كنا جالسين مع كده شلة من الأصدقاء وكل واحد قاعد يشتكي مشاكل صحية، مشاكل في العمل إلى آخره، لين ما واحد كده فجأة طلع قال إحنا في زحمة من النعم. كله كده سكت فجأة. ففكرت قلت ليش ما نسوي حلقة اسمها زحمة من النعم. فإحنا في الحلقة هذه حنتخيل مع بعض كيف كنا عايشين كبشر. واو you're just wearing the whole thing huh? Just for you, and you want to spend one day around 1000, the 10th century. سنة 1000. Let's do that. Okay. كل شيء حتشوفوه في المتحف زي مثلا البيوت اللي هنا، الأخشاب، كل شيء موجود ومحاكاة واقعية. حنرجع مئات السنين لورا نشوف إحنا البشر سنة 2023 عايشين على الكرة الأرضية. وضعنا كبشر اليوم أحسن ولا أسوأ من وضع البشرية من 1000 سنة مثلا؟ Great. أغلب البشر عبر العصور كانوا عايشين في القرى، فالفكرة حقت المدينة أصلا كانت نادرة. حياة المزارعين والناس اللي عايشة في القرى أغلب وقته بيقضيه لتوفير الأساسيات فقط لا غير. إيش هي الأساسيات؟ You need something to eat, a house, a warm place, and a group of people that gives you shelter. عناصر البقاء. You need clothing. فكل عيلة كانت بتسوي لبسها بنفسها. كيف؟ انت رولينج؟ أكمل يعني؟ أوكي جميل. فكان كل شيء بيسووه بنفسهم، من الصوف اللي يجيبوه من الخروف، بعدين يحولوا الصوف إلى خيوط. هنشوفها مع أستاذة ستيفاني. Take those fingers over here and then you can pull. Open and pull. Oh wow. Exactly. And now you pull too much. Hold over here and let it spin a little bit. I don't want to break it again. Pull, 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 pull. Stop. That. And open the other hand. And then spin again. Yeah. واو. No, not bad. تفضل تسوي كده 14 كيلو من الخيوط علشان تسوي لبس واحد بس. 14. 14? That's an Arabic. 14. وكمان في أمور إحنا نأخذها من المسلمات كانت تعتبر رفاهية، من ضمنها إيش؟ لون الملابس. هذه نعمة، لأنه زمان كان لون اللبس أو لون القماش بيجي من لون الخروف. اللي عنده خروف أبيض حيكون لبسه أبيض، اللي عنده خروف أسود حيكون لبسه أسود. If you have a brown sheep, you have a brown shirt. سبحان الله، كل شوية الواحد بيكتشف نعمة، مع أنه أنا جاي عارف أنه الحلقة هي زحمة من النعم، بس مع ذلك في نعم مخفية. الألوان كان process. To color the wool, you need extra work. You have to take the fabric into water and put some pieces of plants in it. لو تحول القماش إلى أصفر لازمك قشر البصل، أخضر أنواع من النباتات معينة، وكان تكلفة وما كان يقدر عليها الإنسان العادي. عجيب. الاقتصاد، دخل الفرد، هل هو في تحسن ولا في سوء؟ إذا أنت كنت من سكان الكرة الأرضية سنة 1820، فمتوسط دخل الفرد سنة 1820 كان $600 في السنة. عشان نتخيلوا هذا، بس هذا معناه أنه أغلب سكان الكرة الأرضية كانوا عايشين بنفس مستوى معيشة الناس اللي عايشة اليوم في بلد زي النيجر وتشاد، اللي هم اليوم متوسط دخلهم $600 في السنة. اليوم متوسط دخل الفرد حول الكرة الأرضية $7,890. هذا تحسين أكثر من 10 أضعاف، وهذا الرقم قاعد يتحسن مو قاعد ينزل لتحت على مستوى الكرة الأرضية. عدد الفقراء فقر شديد قاعد يقل، عدد الميدل كلاس قاعد يزيد، والناس قاعدة تنتقل من الفقر إلى الطبقة الوسطى بالملايين كل سنة. جلب الموية كان تاسك أو عملية أساسية يومية للإنسان في أغلب أماكن الكرة الأرضية. أهم النعم اللي بناخذها من المسلمات اليوم توفر موية قريبة منك وصالحة للاستخدام الآدمي. دائما مناطق حياة الإنسان كلها سواء كانت مدن أو قرى دائما بجوار موية. ليه؟ عشان اللي قاعد يسويه أستاذ ستيفان دحين. كل عيلة لازم تسويها بنفسها، تروح لأقرب نهر أو أقرب بير. تمام. فهذه كانت الحنفية حقت فكانت حكاية جلب الموية للأسرة بشكل عام. It's a work for the children, for example. أحيانا النساء، لأنه الرجال بيكون عندهم أشغال ما يكتف هزقون. البشرية طول عمرها بتبذل ساعات كتير يوميا علشان بس مجرد الحصول على الموية. Today it's one moving of the hand. قالوا اليوم أغلب سكان الأرض يطلع من سريره على بعد 3 متر، يسوي كده، تنزل موية باردة وموية
حارة. هذا كان يعتبر دائما مشقة في تاريخ البشر، وحتى هذه الموية لما كنت تجيبها كان غير صالحة للاستخدام، وكانت تسبب في عشرات الأمراض وتسبب في وفيات. في كل نعمة في نعم مخفية داخل هذه النعمة، نعمة وجود الموية، نعمة أنه الموية صالحة، نعمة أنه عندك موية باردة وموية حارة. This still has to be heated. Of course. طب النار هذه من فين بتيجي؟ هل هي بضغطة زر زي اليوم عندنا فرن؟ هذا الفرن اختراع عمره 100 سنة. We need wood. خشب حفلة، انك تروح تقطع الخشب. أوه. Wow. That was close. That was really close. أوبس، هذا كله عشان نقطع الخشبة دي، عشان كده ما يحتاجوا جيم كانوا زمان. This is only for the day. Only for the afternoon. جبنا الخشب، خشب خشب. 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 بعدين موضوع النار حفلة لوحدها. شايفين دي؟ هذه فيها شيء هحتاجه دحين. What is this? This is your lighter. ما فكرت فيها. كيف حنولع الخشب؟ تفضل أقلط. الهدف أحاول أسويه أنه الشرارة اللي قاعدة تطلع تمسك في دي فتولع، لما تولع نحطها هنا، اللي قاعد يجهزها ننفخ يصير كتير، بعدين نحط الخشب. توقيدكم سويتوا السبوسة، طبختوا الكبسة، واحنا لسه بس نبغى نولع نار. اليوم نعمة اللي قاعدين نسويه ده كله نعمة الولاعة. في القرن الماضي بس تم اختراعها، يعني البشر عاشوا آلاف السنين على الكرة الأرضية بدون نعمة دي. خذ ولعتك يا عم. جلسنا مدري كم نص ساعة بس عشان نسوي الشرارة هذه. طبعا أكبر غلط تسويه أنك تصفق في البرد، صدقني هذه تكفي وخلاص. مستر فيلهم. مستر فيلهم is the expert. هو اللي حيسوي اللي حاولنا نسويه وما قدرنا نسويه. عملية الشرارة دي اللي حيسويها اللي جلسنا احنا ساعة ما احنا عارفين نضبطها، هذه بس 2% من عملية النار. اوه خلاص كده يا راجل. لا 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 الخبرة كده. الله الله. And this is how it's done. كده تولع النار. لكل زمن علومه. فخلينا نشوف التحسين اللي حصل. إذا رجعنا لبداية 1900 أقل من 20% من السكان حول الكرة الأرضية كان عندهم كهرباء، باقي البشرية كانت لسه عايشة على النار والخشب. اليوم أكثر من 90% من سكان الأرض عندهم أكسس لكهرباء، وهذه نعمة كبيرة في موضوع توفر الطاقة للناس. الموضوع الثاني تكلفة هذه الطاقة، كم يكلف علشان تجيب كهرباء لبيتك. فإذا أنت كنت من سكان الكرة الأرضية سنة 1902 كان حتكلفك الكهرباء للبيت بيحسبوها بالكيلو وات بير آور $4.72 هللة. اليوم كم يكلف؟ 0.17 سنت. هذا تخفيض في تكلفة الطاقة اللي بتدخل بيتي وبيتك بنسبة أكثر من 99%. فهذه نعمة كبيرة، وفرت الطاقة وسعر الطاقة أنها تدخل في البيت. والنتيجة النهائية أنه إحنا اليوم بنسوي مهام بضغطة زر كانت تأخذ ساعات وأيام عبر آلاف السنين من وجود البشر على الكرة الأرضية. I think we need something to eat. Otherwise we will die, Mr. Stefan. Of course. Food. Food. Sometimes you have to travel as well. Go to another city, for example, go to another village to get some goods that you don't do by your own. طبعا الأصل كان أنه الأمور دي كان الواحد ينقلها مشي لما يبغى ينقل أشياء أو كده. الإنسان طول عمره من أول من وجد على الكرة الأرضية وهو بيحاول يسرع من قدرته على التنقل من نقطة ألف إلى نقطة باء. أول شيء كان هو أنك تجري. أكبر سرعة كان يقدر فيها الإنسان ينتقل من نقطة ألف لنقطة باء عن طريق الجري 14 كيلو في الساعة. بعدين اكتشف فكرة استئناس الحيوانات وعرف يركب الخيل وحسن سرعة تنقله إلى تقريبا 40 كيلو في الساعة. فضلنا كده آلاف السنين والبشرية أسرع شيء تعرفه 40 كيلو في الساعة، إلى أن تم اكتشاف السيارة وانتقلنا إلى سرعات تفوق 100 كيلو في الساعة. بعدين القطار وصلنا إلى 200-300، بعدين الطائرة. فاليوم انتقلنا من 13 كيلو في الساعة عن طريق الجري إلى 1000 كيلو في الساعة عن طريق الطيارة. شوفوا التحسين الكبير اللي حصل في قدرة الإنسان على التنقل، والنتيجة إنه إحنا اليوم تقدر تروح من جدة إلى لوس أنجلوس في 16 ساعة. رحلة كانت مستحيلة. The most important food in the whole Middle Ages is bread. Bread. Yeah. العيش. أهم
عنصر غذائي. أغلب الناس 95% من البشرية كانوا عايشين خارج المدن، كانوا في قرى زي هذه، معناها حتسوي العيش حقك بنفسك. هذا لازم تخيلوا. 7% من البشرية كانت عايشة في المدن 1800، اليوم 56% عايشين في المدن، بالمدن المتطورة، وهذه النسبة في ازدياد. يعني احنا اليوم تقريبا 56%، أكثر من نص سكان الأرض لأول مرة يسكنوا في مدن، وهذه النسبة متوقع أنها تزيد ل 60 و70% في السنوات الجاية. هذا كله يعتبر تحسين حفلة. فهذه العملية عملية طحن القمح، تقريبا ساعتين في اليوم تحويله إلى دقيق. And usually who would do this? The housewife? Children often. So that's another thing. إيش معناها لما العيلة الأم والأولاد لازم يجيبوا الخشب، لازم يولعوا الخشب، getting water، لازم يطحنوا الدقيق؟ معناها إيش؟ Therefore no time for education, for learning how to read. لذلك في مشكلة في عمالة الأطفال. وأغلب سكان الأرض كان الأطفال من 5 سنين فما فوق بيشتغلوا مع الأسرة، فالنتيجة and therefore most of the population of the world were not literate. They didn't have time to learn how to read. فإذا رحنا لعام 1900 تخيلوا أنه 42% من أطفال العالم كانوا بيشتغلوا من 5 سنين وطالع، بيشتغلوا في المصانع، في المناجم. اليوم 9% فقط من أطفال العالم ما زالوا بيشتغلوا. إيش معناه هذه؟ هذا معناه تحسين. ليش تحسين؟ لأنه 91% الباقيين اللي ما صاروا يضطروا أنهم يشتغلوا كل يوم فين راحوا؟ المدارس. مدارس معناها تعليم. تعليم معناها خفض معدلات الأمية. A village like this would inhabit around 50 or 60 people. That is one big family. And one of them is able to read. Not to write, just to read. فخلينا نرجع لل1800. تخيلوا كده في الكرة الأرضية كم عدد الناس اللي كانوا يقدروا يقروا ويكتبوا في 1800. تخيلوا أن سنة 1800 88% من البشر حول الكرة الأرضية كانوا أميين، ما يقدروا ولا يعرفوا يقروا ولا يكتبوا. اليوم نسبة الأمية انخفضت إلى فقط 13%، وفي طريقها أنها تصير 0. يعني على حلول 2050-2060 الأمية حتصير 0. في دول اليوم صارت 0. يعني عندنا دولة زي فنلندا نسبة اللي يقروا يكتبوا فيها 100%، الأمية 0. ناخذ مثال مثلا السعودية، نشوف برضو نسبة التحسين. لو رجعنا للسعودية سنة 1955 نسبة الأمية 95%. يعني 95% من الناس ما يعرفوا يقروا ويكتبوا. اليوم نسبة الأمية تقريبا 3%، وفي طريقها أنه تصير 0. وهذا تحسين كبير في محور أساسي اللي هو إيش؟ محور اقرأ، محور العلم. لو أغلب الناس يقروا ويكتبوا اليوم هذا معناه تحسين كبير في حياة البشر. فإحنا اليوم نسب المعدلات العالية للقراءة الحمد لله واحدة من أساسياتها أنه خلاص صاروا الأولاد يقدروا يقضوا 8 ساعات في اليوم في مدرسة. هذا كان زمان غير ممكن. So everything is linked to everything. أول مرة أشبك الأمور في بعض. فالدقيق عيش، كل ده علشان عيش يعني. ولا بنتكلم على كواسون، باجيت، نو كروسون، نو باجيت، ولا بنتكلم على كوكيز، ولا بنتكلم على شوكولاتة، ولا على سمبوسة، على عيش بس. الحياة اللي شايفينها هذه ما هي حياة الفقراء في ماضي البشرية على الكرة الأرضية، هذه حياة الإنسان العادي، ممكن تعتبره الميدل كلاس. لتوضيح الفرق بين المستويات، المستوى الأول اللي هم دخلهم $1 في اليوم، وسيلة التنقل عنده المشي، ممكن يكون عنده جزمة بدائية جدا أو حتى بيمشي حافي. الطبيخ عنده بيستخدم الخشب للنار. المستوى الثاني دخله $4 في اليوم، وسيلة النقل اتطورت إلى بسكليت. الطبيخ صار عنده أسطوانة غاز. المستوى الثالث اللي هم دخلهم $16 في اليوم، وسيلة التنقل صارت موتور سايكل. الأكل صار عنده فرن بدائي جدا. والمستوى الرابع $32 في اليوم، صار عنده سيارة أو ممكن يستخدم مواصلات عامة في المدينة اللي هو فيها. صار عنده فرن وبوتاغاز. الآن خلينا نشوف تاريخ البشرية. لو رجعنا سنة 1800 هنلاقي أنه 85% من شعوب الأرض بين المستوى الأول والثاني. الآن شوفوا كيف عبر 200 سنة أغلب الدول قاعدة تنتقل من المستوى الأول للثاني للثالث للرابع. اليوم بنتكلم على فقط 10% من شعوب العالم عايشة في المستوى الأول. فهذا تطوير كبير في جودة حياة الإنسان على الكرة الأرضية.
أستاذة ستيفاني حتكمل موضوع العيش وإحنا نجيب شيء تاني يتاكل. واحدة من الأساسيات برضو من الغذاء الإنساني البروتين، المصدر الأساسي اللحوم، لحوم الحيوانات. كيف حتجيبها؟ بالصيد. The problem with hunting, it's very dangerous. We try the tools, but we don't go on a real hunt. فهذه أدوات الصيد عندك يا دا. So I try to... But first, you have to find the balance. Oh, كسرنا الخشب يا الرمح والسهم. So I put it like this. for example, yes, but yeah. واو، And, ضربنا رجل الغزالة علشان تصيد وتاكل. كان صعب، الناس مو بتروح خلاص ضامنة انها تصيد وترجع. فبيقول لي الإحصائية 12 times you go to the forest with your bow, you will 11 times you will not hunt something. One time you will come back. كل 12 صيدة روحة صيد تطلع منها بوحدة ناجحة. لو نبغى نقارنها بعصرنا اليوم، ممكن تروح السوبر ماركت 12 يوم و11 يوم منهم ما تلاقي لحم، ويوم تلاقيه. هذا حال الإنسان الأول مع موضوع الصيد. ترى مو سهلة الشغلة دي، مو سهلة. خذ لك هذا، ترى شيء حديث جدا في تاريخ البشرية. كان طول عمره اللحم شيء نادر وصعب على الإنسان، وكان يأكله مرة كل Maybe once a month. So meat was a luxury. في مرض النقرس. إيش هو ده النقرس؟ مرض بيجي للمفاصل، يجي من كتر أكل اللحمة الحمراء. So you know what this is called in Arabic? Very interesting actually. We call it the disease of